السلام عليكم حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. النهارده بقى هنعرف كده شوية معلومات عن المطبخ وشوية أسرار وتكات هتخلينا أشطر في المطبخ، هتخلينا ستات بيوت مميزين جدا. أول معلومة النهارده يمكن ناس كتير تعرفها، بس للي ما يعرفهاش، حطي مع البشاميل وانتي بتعمليه جبنة شيدر أو جبنة موتزاريلا أو حتى جبنة مثلثات. هتودي البشاميل في حتة تانية خالص وهتخليه طعمه مميز جدا وطعمه قوي، وهيبقى فيه نكهة حلوة قوي. سواء هتعملي بالبشاميل ده مكرونة بشاميل او هتعملي بيه وايت صوص، هيبقى حلو جدا. التكة بقى اللي بعد كده، لما تيجي تتبلي البانيه حطي مع التتبيلة زبادي او لبن او حتى لبن رايب. كل ده يخلي البانيه من جوه طري ومن بره مقرمش. عايزه يبقى مقرمش زي بتاع المطاعم، استبدلي البقسماط او الفيجيتار العادي بالكورن فليكس. اطحني الكورن فليكس كويس جدا، وبعدين تبلي بالبانيه وقليه، هتخلي البانيه زي بتاع المطاعم واكنك جايباه زي الجاهز بالظبط. الحاجه بقى اللي معانا بعد كده، طبعا كلنا بنفرز خضار، بس لما تيجي تعملي الخضار المتفرز ما تحطوش في الصلصه. يعني طبعا انت الاول بتشوحي بصل، حطي الخضار شوحيه مع البصل انت بتشوحيه، وبعدين ضيفي عليه الصلصه بتاعتك او عصير الطماطم. لكن ما تحطيش البصل وعليه الطماطم وبعدين هتفضي عليه الخضار متفرز، كده نكهته هتضيع. لازم يتشوح الاول في البصل عشان طعم التفريز يروح منه، تمام. بصي بقى يا ست الكل، عايزه تشربي شوربه لحمه حلوه جدا وطعمها لطيف ما فيهوش اي ريحه غير مستحبه، اوعي تحطي ميه تغلي على النار وتحطي فيها اللحمه، لا، شوحي اللحمه الاول تاخد كده لون حلو، وبعدين تحطي عليها بقى الخضار بتاعك تحطيه في شوربه اللحمه، اللي هو بصلايه طماطمايه جزرايه حبهان ورق لورا. وبعدين حطي بقى الميه المغليه، بس لازم تكون الميه مغليه وبتغلي كويس جدا، وتكمل بقى غليان في حلة اللحمة. هتشربي شوربة تحفة جدا وصافية وما فيهاش أي ريحة خالص. بصل الكشري بقى لازم يكون البصل الأبيض أو البصل الأصفر، وعايزاه يطلع زي المحلات بالظبط. بعد ما تقطعيه حطي عليه شوية دقيق وشوية نشا وقلبيهم فيهم شوية، وبعدين حمريه. وانتي بتحمريه وطي عليه النار، خلي النار متوسطة، وحطي عليه شوية ملح. هيطلع مقرمش جدا وزي بتاع المحلات بالظبط. ناس كتير بتعاني ان الفراخ بتطلع ريحتها زفرة، او شوربة الفراخ متبقاش ريحتها لطيفة كده وفيها ريحة زفارة. اول حاجة الفراخ لازم تتغسل كويس جدا، وطبعا كلنا عارفين بنغسل الفراخ ازاي وبنشيل اي زوايد فيها، والحاجات اللي بتبقى زي الكبدة اللي في الوراك لازم تتشال، طبعا دي بتزفر الفراخ. حاجة بقى كمان، بعد ما تغسليها كويس جدا انقعيها في شوية مية وعليها شوية دقيق وليمونة وشوية ملح، تمام كده. بعد ما نخلص كل الكلام ده ونغسلها كويس، هندعكها بشوية ملح وفلفل اسمر وبصلاية مفرومة، وبعدين هنسلقها زي اللحمه بالظبط. ان احنا الاول هنديها صدمه ونشوحها وننزل عليها بالميه المغليه، كده هتاخدي شوربه فراخ حلوه جدا مش هتلاقي فيها اي ريحه زفاره خالص. بصي بقى يا قمر، لما تيجي تعملي مسقعه عشان البتنجان ما يشربش زيت وانتي بتقليه، وطبعا المسقعه كلها حاجات مقليه، فعشان ما يشربش زيت كتير انقعي البتنجان الاول في شويه ميه وملح، يعني ساعتين كده، وبعدين اقليه. مش هيشرب زيت معاكي خالص، وهتبقى المسقعه خفيفه ولطيفه كده، مش هتبقى تقيله على القلب. الحاجة الأساسية في أكلنا بقى البصل والثوم. لما تيجي تشوحي البصل والثوم حطي التوابل بتاعتك وانتي بتشوحيهم، ده هيعزز طعم التوابل جدا وهيخلي طعمهم ظاهر في الأكل ويبقى طعمه مميز جدا. كمان لما تيجي في أكلة هتعمليها مثلا هتحطي فيها بصل وثوم الاتنين مع بعض، شوحي الأول البصلة وتبقى تمام جهزت معاكي، بعدين حطي عليها الثوم، لأن الثوم بيتشوح بسرعة جدا أو بيحمر بسرعة، فعشان ما يتحرقش منك ويمرر طعم الأكل. اوعي تنسي بقى يا جميلة حاجة مهمة جدا، وانت بتعملي عجينة البيتزا او اي معجنات عامة، حطي معاهم كوباية زبادي وبيكنج باودر، هيخلي العجينة معاكي هشة جدا وطرية وحلوة قوي وطعمها مميز قوي. لما تيجي تعملي مكرونة في تكة حلوة قوي، وانت بتضربي الطماطم في الخلاط عشان تعملي الصلصة، حطي معاها قرن فلفل. القرن الفلفل ده سواء بتحبيه حامي او بارد، المهم تحطي قرن فلفل، هيخلي طعم المكرونة حلو جدا. ويا سلام بقى لما تديها رشة كزبرة ناشفة، هيخليها زي بتاع المحلات بالظبط. بس كده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه بأي حاجة. استنوني الفيديو الجاي وهجيب لكم شوية تكات وأسرار حلوة جدا. ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة بتاعي حلو زيكم. مع ألف سلامة يا حبايب قلبي، في حفظ الله.